عبد القادر بن محي الدين بن مصطفى اشتهر باسم الأمير عبد القادر الجزائري. يعتبر من كبار رجال الدولة الجزائريين في التاريخ المعاصر ومؤسس الدولة الجزائرية الحديثة ورائد مقاومتها ضد الاستعمار الفرنسي بين 1832 و 1847. هو قائد سياسي وعسكري مجاهد ومقاوم وشاعر. بايعه الجزائريون سنة 1832 أميرا لمقاومة المستعمر الفرنسي. مرت حياته بثلاث مراحل أساسية: الأولى قضاها في طلب العلم والتعرف على أوضاع البلدان العربية في طريق الحج، وللثانية عاشها في الجهاد ومقاومة المستعمر، وقضى للثالثة أسيرا في فرنسا ثم مناضلا مغتربا في دمشق. المولد والنشأة: ولد الأمير عبد القادر في 6 سبتمبر أيلول 1808 بقرية القيطنة الواقعة على وادي الحمام قرب مدينة معسكر غرب الجزائر. والده محي الدين بن مصطفى كان أحد مشايخ الطريقة القادرية الصوفية. وفي 27 نوفمبر تشرين الثاني 1832 اجتمع زعماء القبائل والعلماء في سهل غريس قرب مدينة معسكر، وتمت البيعة الأولى للأمير عبد القادر وأطلق عليه لقب ناصر الدين. ثم تلتها البيعة العامة يوم 4 فبراير شباط 1833. قاد الأمير المقاومة في رقعة شاسعة وجعل الغرب مركزا ومنطلقا لها نحو الوسط والشرق الجزائري، واستطاع تحقيق العديد من الانتصارات العسكرية والسياسية التي جعلت المستعمر الفرنسي يتعثر في سياسته التوسعية أمام استماتة المقاومة. وعسكريا أدرك الأمير عبد القادر أن المواجهة تتطلب إحداث جيش نظامي على نفقة الدولة، ولهذا أصدر بلاغا إلى المواطنين طالب فيه بضرورة التجنيد وتنظيم الجيش والمعسكرات في البلاد كافة، وتفاعلت معه قبائل المنطقة الغربية والجهة الوسطى. تمكن عبد القادر الجزائري من تكوين جيش نظامي سرعان ما تكيف مع الظروف السائدة، واستطاع أن يحرز انتصارات عسكرية عدة، أهمها معركة المقطع التي أطاحت بالجنرال تريزيل والحاكم العام ديرليون من منصبيهما، ومعركة مستغان في 27 يوليو تموز 1833 ضد قوات الجنرال ديوميوشل. وخاض معارك أخرى مع المستعمر، منها معركة التافنة يوم 25 يناير كانون الثاني 1836، ودارت في مدينة تلمسان ضد قوات الجنرال كلوزيل، ومعركة السكاك في تلمسان ضد قوات الجنرال بيجو يوم 6 يوليو تموز 1836. وخاض عبد القادر الجزائري معركتين ضد قوات الجنرال فالي، الأولى معركة غابة كرازون بمنطقة عفرون في 27 أبريل نيسان 1840، والأخرى معركة مزاية بمدينة البليدة في 12 مايو أيار 1840. اتبع الفرنسيون سياسة الأرض المحروقة في مواجهة مقاومة قوات الأمير عبد القادر، فعمدوا إلى كل الأساليب الوحشية في قتل الأطفال والنساء والشيوخ، كما أحرقوا المدن والقرى المساندة له كليا، وهي السياسة التي أدت إلى سقوط مدنه ومراكزه العسكرية. وخاض بسبب ذلك معارك عدة، منها معركة الزمالة يوم 16 مايو أيار 1843 في منطقة جبال عمور، والتي باغت فيها قوات الجنرال دومل، ثم معركة جبل كركور في 23 سبتمبر أيلول 1845 ضد قوات مونتنياك، تلتها مباشرة معركة وادي مرسي في 26 سبتمبر أيلول 1845 ضد قوات الجنرال ديورو. أما سياسيا فقد شكل الأمير حكومة ومجلس الشور، وهو ما اعتبره مؤرخون أولى خطوات وضع أسس الدولة الجزائرية الحديثة، وقد أجبر الفرنسيين على توقيع معاهدتي سلام تضمنتا اعترافا بسلطته على المنطقة الغربية للجزائر، وهما اتفاقية دي ميشل في 26 فبراير شباط 1834 والتافنة في 30 مايو أيار 1837. مثلت المعاهدتان نقطة انطلاق للأمير عبد القادر لبناء مشروعه الإصلاحي والمجتمعي، واعتمد في ذلك سياسات طويلة المدى لبناء مجتمع قوي قادر على مقاومة الاحتلال الفرنسي لسنوات عدة، فسعى إلى توحيد غرب الجزائر، وأول للتعليم أهمية خاصة، إذ أخذ في بناء المدارس والكتاتيب لمحو الأمية ونشر العلم، وجمع المخطوطات والكتب وتأمين حفظها في المساجد ومقرات الطرق الصوفية. كما حارب الفساد الأخلاقي، فمنع الخمر والميسر والتدخين منعا باتا، واستطاع بناء جيش منظم،
وأسس ورشات لصناعة الأسلحة، وبنى الحصون والقلاع.